عارف لو اترفع الدعم عن الخبز ده، انت بتجيب الخبز بكام يا بكام قرش دلوقتي؟ انت عارف لو اترفع الدعم عن الخبز ده بس الرغيف ممكن يوصل لكام؟ هيعدي ال5 جنيه. تعال بقى نفهم لماذا يهدد صندوق النقد مصر. صندوق النقد دلوقتي احنا حياتنا كلها متوقفه عليه. يعني صندوق النقد ده لو اختفى بكره خلاص كل سنه وانت طيب. صندوق النقد دلوقتي كان مدينا 3 مليار المفروض اتكلمنا عنهم كتير، واقف دلوقتي بيهدد السيسي طبعا ان هو مش هيصرف له حاجه من ال3 مليار دول. طبعا الواد اللجنه الغبي كان فاهم ان ال3 مليار دول طالما طلع كده خبر ان صندوق النقد وافق على 3 مليار هيجوا له في البنك تاني يوم. لا يا ابن العبيط، ده انت دلوقتي قاعد بتتحايل على صندوق النقد ان يصرف لك الدفعه الاولى من القرض ده. صندوق النقد قاعد حاطط رجل على رجل وبيشترط على السيسي 3 اشتراطات. عشان كده بقول لك شهر ديسمبر ده مدحكه، شهر ديسمبر ده مدحكه المدحكه. لو عدى على خير ابدا شم نفسك، لكن هو هيعدي، كل حاجه بتعدي طبعا، بس هتعدي على وشنا لان القرارات اللي هتطلع. خليني اقول لك صندوق النقد طالب ايه من السيسي؟ 3 حاجات، ودي السيسي بدا يعملها عشان ياخد الدفعه الاولى. الحاجه الاولى تحرير سعر الصرف اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح واتكلمنا عنها في البدايه. تحرير سعر الصرف يعني ايه؟ الراجل الخبير الاقتصادي امبارح توفيق، ده اسمه ايه، هاني توفيق، قال لك لو مصر حررت سعر الصرف كليا الدولار هيبقى ب60 جنيه. يعني تسيب السعر الصرف للسوق، السوق هو اللي يقرر والناس تسحب، يبقى في عرض وطلب، في السوق يحدد سعر الصرف بناء على العرض والطلب. اللي عايز يستورد على حاجه يروح ياخد دولار ويطلعه بره يستورد، واللي عايز يدخل دولار يجيب دولار، اللي عايز يخش يستثمر. الدوله ترفع ايديها خالص والدولار يتساب العرض والطلب، والبنوك تحدد، كل بنك تلاقيه محدد سعر. ده تحرير سعر الصرف. الراجل امبارح قال لك لو دي حصلت الدولار هيوصل ل60 جنيه. فانا لو هتسالني انا ما اظن ان في لعبه هتحصل فيها. لكن لو جيت بصيت على صندوق النقد مشترط الموضوع ده، لسه صندوق النقد خايف، مفيش حد، والمستثمرين خايفين يخشوا مصر لان السعر يا ابني، ده المصريين نفسهم مش واثقين في البلد دلوقتي او في النظام. عايز واحد اجنبي يجي يثق في السيسي او يثق فيك؟ انت عبيط يالا. ففي مشكله كبيره جدا. صندوق النقد عارف ان النظام لو فضل ماشي كده ممكن ما يعرفش يجيب فلوسه، صندوق النقد ممكن ما يعرفش ياخد فلوسه تاني من النظام. فمشترط على السيسي 3 حاجات دول: 1 تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وان الدولار يتساب للسوق وللشعب وللعرض والطلب. 2 لا مؤاخذه 2 رفع الدعم نهائيا عن اسمها ايه، العيش والتموين. رفع الدعم نهائيا على الحاجات اللي كانوا بيساعدوا بيها الناس الغلابه، اللي هو التموين والعيش والدعم والحاجات دي، وتحويل الدعم العيني لدعم نقدي. عبيط كده، ودي ليها برضو حاجه فاهمها دلوقتي. ده 2. 3 عمل استقرار سياسي في البلد، ودي برضو بدأ التحرك ليها وهوريها لك دلوقتي. يبقى 3 حاجات شرطها صندوق النقد عشان يبدأ يمشي القرض. ال3 مليار دول يدخل منهم جزء صغير بس، يعني الكلام دلوقتي على 750 مليون من ال3 مليار. ال3 اشتراطات دول عشان صندوق النقد بس يصرف لك 750 مليون دولار. شوف هيخرب البلد وهيوقف التموين والدعم عن الناس عشان 750 مليون. والسيسي زي الكلب هيعملهم لانه محتاج 750 مليون. البلد بتقع، البلد مصر خلاص انتهت. انا اسف انا بقول لك كده، لكن انا مش هضحك عليك، انتهت للاسف. ده احنا لو فضل تاريخ بعد كده احنا مش هنذكر، احنا هيتف علينا. فال3 حاجات دول طالبهم صندوق النقد. يبقى اول حاجه اتكلمنا عنها تحرير سعر الصرف، اتكلمنا عنها باستفاضه. نيجي للحاجه الثانيه والثالثه. الحاجه الثانيه وهي تحديد او رفع الدعم. تعال اقول لك شويه تفاصيل من داخل النظام على الموضوع ده. قال لك قالت مصادر مصريه خاصه ان الحكومه المصريه في طريقها لتحرير سعر الخبز والوقود والطاقه ورفع الدعم عنهم نهائيا الشهر المقبل بدايه العام الجديد. الخبز والطاقه والبترول او الوقود. يعني الخبز انت عارف يعني ايه كده؟ انت عارف لو اترفع الدعم عن الخبز ده، انت بتجيب الخبز بكام بكام قرش دلوقتي؟ انت عارف لو اترفع الدعم عن الخبز ده بس الرغيف ممكن يوصل لكام؟ هيعدي ال5 جنيه. جنون. دي اشتراطات صندوق النقد. عارف يعني ايه الدعم يترفع عن رغيف الخبز اللي بيجيبه ب5 قروش ده تقريبا دلوقتي؟ هيبقى 5 جنيه. هيبقى ب5 جنيه. هجيب منين يلا هتجيب منين يلا؟ والله بتقهر عليكم يلا، والله على خلفوكم.
ده اشتراطات صندوق النقد، ده مش الخبز بس، والوقود. فالراجل اللي بينقل لك بقى الدقيق والبتاع هيرفع هو كمان السعر، فبدل ما يبقى 5 يبقى 7 8 و9. انت داخل على جنون يا علو. انت بتكئبنا؟ لا انا بقولك عشان تبدا تحضر نفسك من دلوقتي اللي انت داخل عليه ده، الوقود والطاقه. اقعد بقى على الشمع اجواء رومانسيه، سيبك من الطاقه بقى والبتاع، وافتح كده على الشبابيك تدخل لك هواء، نسمات الهواء دي، وسيبك من التكييفات بقى، سيبك من التكييفات. يبقى خبز وطاقه ووقود، هيتم رفع الدعم بامر من صندوق النقد. طب لو ما عملش كده يا سيسي، يا حلو يا سيسي ممكن ما يعملش كده، لو ما عملش كده مش هياخد القرض. اشتراطات صندوق النقد. مش انت عايز مني ولا فلوس؟ تسمع كلامي زي الكلب يا فتاح. خلصت. قال لك وبذلك فسيتم التخلص من الدعم العيني لجميع السلع بشكل نهائي. يبقى بدل ما انت كنت بتروح تاخد تموين وبيديك ازازه زيت وكيس مكرونه وكيس رز، لا، هيتشال عنك كل ده. وهتاخد ايه؟ هيقولك خد يا ولا 100 جنيه وهم شبرق بيهم على نفسك. طبعا ال 100 جنيه دي مش هتساوي، يعني انت لو كنت بتاخد تموين ازازه زيت وكيس مكرونه وكيس رز، ده تموين اللي بتاخده. ال 100 جنيه اللي هيديها لك مش هتجيب لك نص ازازه زيت. يبقى كده وضحك عليك. قال لك انا هبدل لك الدعم من عيني لنقدي، لكن النقدي مش هيجيب لك اللي العيني كان بيجيبه لك. العيني ده انت كنت بتضمن ان في سلعه في ايدك، انما النقدي ده هيديك ورق ملوش لازمه. فالورق ده مش هيعرف يشتري لك حاجه، لان الجنيه عمال بيتخسف بيه الارض. انت فاهم انت داخل عليه؟ طب وبعدين قال لك واكدت المصادر ان الايام الماضيه شهدت اجتماعات الحكومه المصريه مع خبراء صندوق النقد الدولي. الاجتماعات مكثفه شغاله على ودنه، لانه محتاج فلوس صندوق النقد، وصندوق النقد بهدده تهديد. مصر ما عندهاش سياده دلوقتي. مصر سيادتها في صندوق النقد وفي دول الخليج. انت ما عندكش سياده يا هلا يا بتاع جيش مصر ورجع لنا كرامتنا. انت ما عندكش سياده يا ابن الكلب، بلدك اتباعت خلاص. يا ابني بقول لك صندوق النقد بيشترط عليك تشيل دعمك للناس الغلابه، وانت زي الكلب سياده ايه يا ابو السياده يا ابن الكلب. قال لك واكدت المصادر ان الايام الماضيه شهدت اجتماعات الحكومه المصريه مع خبراء صندوق النقد الدولي لوضع القواعد التدريجيه لتحويل الدعم العيني لدعم نقدي، للوفاء بشروط صندوق النقد المتشددة التي فرضتها على مصر مقابل الإفراج عن القرض المعطل. ال3 مليار اللي زلنا بيهم دول معطلين لحد دلوقتي. اعمل اللي بقولك عليه وانا فكر في رجلك عن حته 750 مليون من 3 مليار، وبعد كده بقى نشوف الوضع. هتفضل ماشي على الخطوات اللي احنا حاطينها لك، نفرج لك على شويه كمان وهلم جر. قال لك الافراج عن القرض المعطل والذي يبلغ 3 مليار دولار ورفع الدعم نهائيا هو من الشروط المتبقية قبل منح مصر مليار دولار كدفعة أولى في يناير. وأوضح المصدر أن هذا الشرط تأخر بسبب المقاومة الكبيرة. اسمع بقى ليه دلوقتي لحد دلوقتي القرار ده ما اتخذش طالما القرض واقف عليه؟ لأن في أجهزة داخل الدولة مرعوبة من القرار ده. انت دلوقتي لو قاعد مستهين بالقرار ده، في أجهزة مرعوبة منه. انت عارف يعني ايه يتشال الدعم خالص كده والشعب يتساب كده ياكل بعضه؟ ففي أجهزة خايفة ان السيناريو بتاع الشرارة والانفجار يحصل، وعلى راس الأجهزة دي المخابرات العامة المصرية مرعوبة. المخابرات العامة المصرية مرعوبة ان ده يحصل. غير امن الدولة عادي بقى. امن الدولة يعني بص مقروفين احلى قرف. انما عباس كامل، طبعا عباس كامل وحوده سيسي بقى المخابرات بقى والوينج اليمين بتاع فتاح مرعوبين ان القرار ده يحصل. لكن هيحصل غصب عنه طبعا، ما هو صندوق النقد موقفه. حلقه مفرغه يا باشا. قال لك واوضح المصدر ان هذا الشرط تاخر بسبب المقاومه الكبيره التي يلقاها من الاجهزه الامنيه وبعض المسؤولين بسبب خوفهم من حدوث انفجارات شعبيه واجتماعيه محتمله. تصل تكلفة الدعم الذي تنفقه الحكومة على القمح والخبز ل 90 مليار جنيه خلال عام 2022-2023. عشان تفهم ليه صندوق النقد عايز الدولة تسحب ايديها، لان مصر دلوقتي بتدفع 90 مليار جنيه على دعم الشعب. ده مش عشان مش السيسي اللي بيدفع، ده حاجة موجودة من ايام يعني من سنوات. مبارك كان بيدفع، واللي قبل مبارك كان بيدفع، وبعد الثورة كان كله كان مش السيسي اللي بيعملها لك يا هلا، ده حقك. فالنظام المفروض عليه ان هو يدفع 90 مليار جنيه لدعم الشعب. صندوق النقد قال له لا يا باشا، ال 90 مليار دول انا اولى بيهم يا هلا كصندوق نقد. انت لازم تسد لي ديوني، فما تدعمش الشعب وهات فلوس دعمك للشعب اديها لي انا.